والله يبارك لكم، الله يخليكم. يعني اصل انا ايه بصراحه بقى ايه، هطلع كل اللي جوايا واخلص بقى. الاربع اللي جاي المؤتمر، يعني كمان 6 ايام. بصوا بقى، مش كل واحد يقول لي ايه حسام حسن شخصيه قويه. ما هو لازم يكون شخصيه قويه. حسام حسن بتاع روح، ماشي. تكتيك بقى، الكوره، مصر كلها مولعه على كلمتين قالهم ايمن عبد العزيز، قال لك التكتيك في الكوره 10%. جانبه الصواب تماما في الكلام. واضح ان الحوار كله ما كانش حلو بالنسبه لايمن يعني. فزود الطينه بله على الجهاز اللي فات. فالنهارده انا مش هقول لحسام حسن اصل انت راجل بتاع شخصيه قويه وراجل بتاع روح. حسام حسن نفسه يزعل من الكلام ده. انا مش هجيب مدرب عشان اقول له زعق في اللعيبه واتخانق. هو مش جاي عشان يعمل كده. هو جاي عشان يعمل شغل فني مع الروح، مع الاستبسال، مع الانضباط. يبقى عندي منتخب مصر يعود الى سابق عهده القريب مش البعيد قوي. فبلاش الله يخليكم الكلام ده. انا متفائل جدا بحسام. طب كويس، جميل. اصله الحته الروح عنده جامده. يا عم مهما جريت انا لازم حته التكتيك، حته اللعيبه اللي عندها امكانيات فنيه جيده، والمدرب اللي يقدر يطلع كل هذه الامكانيات من اللعيبه. فما تقعدوش تمسكونا في الكلمه دي ولا البانه تبقى ببقكم كل واحد يقعد يقول لي الكلمه دي وانا مش هسيبها. يعني كل اللي هيمسك الكلمه دي انا مش هسيبها، هفضل وراها، هفضل كده اقوم جاي مسقف وانا قاعد بتفرج. الله، جمله حلوه قوي يا حسام، برافو عليك. الله يا حسام، تشكيله ممتازه، اختيارات رائعه، وبعدين الاداء هايل والروح ممتازه والانضباط في الملعب ممتاز. يبقى انا عندي منتخب متكامل. هو الراجل بتاع الراس الاخضر جابوه عشان بيعمل روح كويسه للفرقه، ولا امير عبده بتاع موريتانيا، ولا ديسابر بتاع الكونغو، ولا هوجو بروس بتاع جنوب افريقيا، ولا جوزيف بيسيرو مدرب نيجيريا، ولا الشاب الصغير اللي مسك كوت ديفوار؟ كان عنده مدرب فرنساوي. بعد الدور الاول قالوا له امشي يلا وانت امسك يا ابني كمل. اهو ربنا كرمه، كسب مالي وكسب امبارح الكونغو وهو وصل فاينل وشكله كده ناوي يعملها. فعيب يا جماعه لما كل شويه نفضل نقول الروح 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 الروح. هتطلعوا روحنا، روحنا هتطلع كده يعني. انا عايز الروح دي بقى بتاعتنا اللي تطلع دي تطلع في الملعب ومعاها شغل فني محترم. تقعد تتفرج كده، ابن اللذين اللي اسمه جوارديولا ده ايه اللي عامله في الكوره ده؟ مغير شكل الكوره. يورجن كلوب مغير شكل الكوره. تشابي الونسو مغير شكل الكوره. انشيلوتي مغير شكل الكوره. اتكلم ده. جوزيه بيسيرو مغير شكل نيجيريا. الراجل المدرب بتاع سان داونز مغير شكل الكوره. موسيماني مغير شكل الكوره. اتكلم على تكتيك. بس انا كمان كاتحاد لازم يكون عندي نظام عشان يبقى عندي فعلا حته انضباط. على فكره طول عمرنا ما عندناش مدير للمنتخب، لكن لما جه منصب مدير المنتخب اهلا وسهلا، وينجح ويشتغل وتمام التمام، ويجي نجم او يجي ادارجي او يجي اي حد. كان سمير عدلي قاعد 20 سنه مدير المنتخب على حسام ابراهيم نفسه. 20 سنه سمير عدلي مدير لمنتخب مصر. انت لقيت بقى ان الدنيا لا محتاجه ان يكون في مدير، يجي ايهاب لهيطه، يجي مش عارف محمد خالد غرابه، يجي دلوقتي ابراهيم حسن. فل جميل، نشتغل بقى، نوفر له الامكانيات عشان هو كمان يشتغل. لكن القصه كلها مش بكلام ومش بانشا ومش بانه اصله حسام شخصيه قويه. على راسي من فوق، ولازم اي قيادي في اي مكان يكون شخصيه قويه. اي مسؤول في اي مكان، الاستاذ المصور اللي قاعد قدامي ده والاستاذ المصور اللي جنبه ده لازم يكون شخصيه قويه، وهو بيتلقى التعليمات من المخرج عشان يطلع لك صوره محترمه. المخرج لازم يكون شخصيه قويه عشان يعرف يسيطر على الاستوديو كله.
المذيع لازم يكون شخصيه قويه عشان يعرف يقول لك المعلومه ويوصلها لك بشكل جيد. لازم، ده الطبيعي على فكره. شخصيه قويه مش ان انا بتاع، لا مش كده خالص. هو حسام نفسه يا جماعه ما يحبش الكلام ده. انا مره عملت معاه من زمان يعني لقاء او حوار او اتصال، وقلت له انت حسام بتبقى مبسوط لما بيقولوا حسام بيتميز بالروح؟ قال لي لا طبعا، انا عايز الناس تتكلم على الفنيات بتاعتي. عايزين نتكلم على الفنيات بتاعت حسام حسن. كابتن محمود الجوهري النموذج الاهم يعني، ده بالنسبه لي طبعا. انا ما اتمرنش مع الكابتن حسن شحاته. لازم يكون شخصيه قويه، بس كل واحد بطريقته. كابتن حسن شحاته لازم يكون شخصيه قويه. ما انا خدت 3 بطولات افريقيا، والكابتن حسن بسم الله ما شاء الله عمل ريكورد ما يحصلش يعني. فالنهارده انا عندي تصفيات كاس عالم، وانا ماشي عديت ماتشين، فاضل لي تاني غينيا بيساو، وفاضل لي بوركينا فاسو، وفاضل لي اثيوبيا، وانا خلصت جيبوتي وخلصت اسمهم ايه التانيين، جيبوتي وسيراليون. فعندي فرصه والتانيين اتخبطوا، فانا متصدر، فانا الكره متقشره،